صباح الفل يا جماعة أو مساء الخير عليكم. أنا باتريك وده باتس توك. إيه اللي بعد التعب؟ إيه اللي بيحصل بعد ما بتعدي بوقت وحش أو فترة تقيلة في حياتك أو فترة نفسيا كده كانت صعبة وجسديا كانت صعبة عليك؟ مش بسألك النهاردة تطلع من الفترة دي إزاي أو عملت إيه علشان تكون كويس. من حقك تزعل ومن حقك تتضايق، ولازم تاخد وقتك في الزعل والضيقة. يعني ده شعور ربنا اداهولنا ان احنا بنشعر بيه. زي ما الحب انت محتاج تحس ان انت بتتحب او بتحب لغاية الاخر، برضو الوجع والضيقة خد حقك في الزعل، خد حقك في الضيقة. يعني كان عندي دايما كده نقطة تبقى اقول انه يا بخت الستات اللي بتعرف تعيط، بيطلعوا الضيقة وبيطلعوا اللي جواهم. ما بتحلش المشكلة، بس انا دلوقتي مش بجاي اقول لك حل المشاكل ازاي، انا بتكلم على الحاجة اللي بتهديك فتبتدي واحدة واحدة تطلع من اللي انت فيه عشان تبتدي تكون احسن. طيب تعالوا نتخيل قصة خيالية بقى او واقعية ايا كان، مش هتفرق. انه واحد عدى عليه سنة وحشة جدا، الدنيا مش جميلة خالص. خلينا نبدأ من أول القصة خالص. الشخص ده كان داخل السنة الجديدة متفائل جدا جدا جدا، عامل ومظبط كده تو دو ليست بقى أو ورقة أو أي حاجة كاتب فيها بقى السنة الجديدة دي أنا هعمل فيها إيه، وهجيب إيه لنفسي، وهكافئ نفسي بإيه، وهاخد كورسز إيه، وهوصل في الشغل لفين، وهسافر فين، وهرجع فين. مخطط كل حاجة هتحصل في السنة الجديدة. وطبعا في اللي هو كاتبه كاتب حاجات ملحقش يعملها في السنة اللي قبلها. يجي يوم رأس السنة، كان يوم بالنسبة له جميل جدا، اليوم عدى عليه حلو قوي. جه بعديها بشوية تعب شديد، هو مش عارف ده ايه ولا فاهم هو ايه اللي بيحصل له بالظبط. روح لدكاترة بقى مش عارف يا جماعة أنا عندي ايه، ليه مش بخف، أو أنا عندي ايه بالظبط. لحد ما دكتور من الدكاترة قال له انت عندك كذا، احنا المفروض نعمل عملية. ماشي، يعمل عملية. نفس الفترة أو في بداية السنة الدنيا كانت مش لطيفة ومش حلوة خالص في شغل، والدنيا كانت ملخبطة خالص، وهو ما كانش مبسوط، وكان ما بين انه بيفكر يمشي من الشغل وعايز يدور على حاجة جديدة، وفي نفس الوقت لا انا عاجبني المكان هنا، بس ممكن الظروف دلوقتي مش حلوة، بس الظروف اكيد هتعدل قدام. بس هو كان نفسيا الدنيا مش جميلة. ولما كمان بقى تعب الدنيا بقت بايظة اكتر. طيب يعني انا تعبان ومش عارف عندي ايه، وعمال اروح لدكاترة، وكمان اصلا عندي مشكلة في الشغل او مش مستريح في الشغل. بس المهم عشان نختصر متبقاش القصة طويلة قوي، الدنيا مشيت، عمل عملية فترة، وكان برضه لسه نفسيا الدنيا مش مظبطة، لان هو شغله كل حاجة في حياته. خسر حد من الناس القريبة ليه، ويعني عدى فترة تعب كبيرة وخسره ومات. وفي نفس الفترة دي برضه كان بيتعرف على بنت، والدنيا كانت جميلة جدا، وحس انه ايه، هي دي الشخص او الحاجة اللي هتبقى موجودة في حياته عشان تطلعه من اللي هو فيه، او تشقلب له الدنيا، او تخليه قادر يكمل، قادر يمشي. الموضوع ما عادش كتير وخلص. هو نفسيا مش كويس، عاطفيا ما بقاش كويس، جسديا برضو بعد العملية الدنيا ما ظبطتش، فهو تعبان من كل حاجة. الحاجة الطبيعية انه تبقى الفترة دي انا مش قادر، انا على اخري، انا مش عارف ايه. في ظروف اصعب من كده بكتير يا جماعة، بس يعني انا بتكلم انه انا اتخيل ان دي حاجات كده حصلت مع بعض، حاجة عاطفية، حاجة في الشغل، حاجة في البيت، حاجة نفسية، كله مع بعض، حاجة جسدية، وكان خلاص يعني منهار. فكان وصل لمرحلة انا خلاص، انا تعبت، انا كل حاجة حواليا بايظة، كل حاجة بتشقلب. خد وقته في الزعل، وخد وقته في الوجع، خد وقته في كل الكلام اللي احنا كنا بنقوله في الأول. وجينا عند مرحلة خليني أشوف بقى الليستة اللي أنا كنت كاتبها، اللي أنا ما عملتش منها أي حاجة بسبب كل الظروف اللي أنا عديت بيها، وأنا ما بقيتش دريان لحد ما وصلت مثلا نص السنة عدى، 3/4 السنة عدى، ما عملتش أي حاجة منها. خلينا نشوف الكلام ده تاني، نبدأ كده نشتغل عليه. ادينا خلصنا التعب، خلصنا الوجع، نعمل ايه بقى؟ بس فبيبص على الليستة بتاعته، لقى انا عايز مش عارف ايه، انا هعمل، انا هشتري، انا هجيب، انا هودي، انا هعمل.
احلام بقى عريضه، واد عايز يعني يشقلب الدنيا ويعمل كل حاجه. بس ابتدى واحده واحده. طيب عشان اطلع من كل الهبل اللي انا فيه ده انا محتاج حد يبقى جنبي. مين الحد اللي هيبقى جنبي؟ قاعد يدور. صاحب قريب، تمام. قريب قريب او صاحب، تمام. بس محتاج برضه يتحرك. فابتدى يشوف كل الليسته، وابتدي يشوف هيقدر يعمل ايه. انا المفروض اخد الكورس الفلاني، طيب يلا بينا ناخد الكورس ده. طيب انا المفروض اسافر غردقه، عمري ما رحت الغردقه، ماشي يلا سافر الغردقه. انا المفروض كنت اجيب مش عارف ايه واكافئ نفسي على ايه. ابتدى يعمل خطه ازاي يعمل كل الحاجات دي. وهو برضو بيعمل كل ده كانش لسه مبسوط قوي، كانش لسه الدنيا، بس بيحاول. خد وقته في التعب، خد وقته في الوجع، بس ايه، خلاص يلا خدت وقتي، يلا هحاول هرجع تاني. مش هينفع افضل كده. كل ما انا بتنفس في حاجة جديدة هتحصل في حياتي، في ممكن نجاح اعمله، في حد هساعده، في حاجة هعملها، في رسالة انا مفروض موجود على الارض علشان اعملها. فانا هعمل كل حاجة علشان اعملها، لان انا مش عارف هي ايه، بس انا موجود هنا علشان رسالة معينة، كلمة هقولها لحد، مساعدة هعملها لحد، هغير حياة حد، هشتغل في حتة واعمل انجاز معين، اي حاجة. وبعد كده قال لا انا مش قادر، انا محتاج بروفيشنال هيلب، محتاج حد يساعدني مساعدة كبيرة، لان انا مش قادر ارفع نفسي، واللي حواليا برضو مش عارفين يرفعوني، فهروح للثيرابيست كمان. فابتدى يهتم بنفسه نفسيا، ابتدى يحرك نفسه وينزل ويروح ويجي، ابتدى يشوف الكورسات اللي هيعملها، ابتدى يشوف الشغل هو ممكن يطور في نفسه في ايه ويعمل ايه، ابتدى يشوف الحاجات اللي هو كان عايزها لنفسه، يحوش، هيسافر، هيعمل اي حاجة. ابتدى يشوف كل ده هيعمله ازاي. على اواخر السنة اللي كانت وحشة جدا، ابتدى يجي في اخر السنة كده لقى ايه ده، انا عملت ده، انا خلصت ده، انا عديت من ده، انا جبت ده زي ما كنت عايز، انا خططت ان هو احاول انه على اول السنة الجديدة هعمل ده لان انا ملحقتش اعمله. ايه ده؟ طب يعني ده الدنيا ما كانتش بايظة زي ما انا كنت متخيل. خدت وقت في الضيقة، في الحزن، في الوجع، في كل حاجة، والدنيا كانت فعلا واقعة بيا، بس انا قومت نفسي تاني. خد وقتك في الحزن والتعب، كده كده مش دايم. ازعل وتوجع عشان ربنا ما قالش ان حياتنا على الارض هتكون اصلا سهل، ده اختبار، وربنا مش بيدي لحد حاجة هو مش هيقدر يعملها. خليني اقولها لك تاني، ربنا مش هيديك حاجة او يعديك بحاجة في حياتك انت قدرتك انت ما تقدرش تشيل ده او تعدي من ده. يعني ايه اللي ممكن يجي بعد التعب؟ خليني اقول لك رأيي المتواضع. اللي هيجي بعد التعب، بعد ما تاخد وقتك في الحزن والتعب وكل ده، انك تبتدي تبص في اوراقك، حتى لو ما كنتش كاتب ورقه يعني للسنه، يعني مش كل الناس بتعمل. راجع انت نفسك. طيب انت من قبل التعب وقبل الوجع وقبل الوقعه اللي انت وقتها دي كنت عايز تعمل ايه؟ كنت هتروح فين؟ طيب ايه اللي انت خسرته قدام؟ ايه اللي لسه موجود فانا هبني عليه؟ نفسيا تعبان، ثيرابيست واصحابك واهلك كل دول هيمشوا مع بعض. الشغل الدنيا مش ماشيه فيه، دور على شغل تاني، او ما تمشيش وخلاص، اعمل حاجة جنب شغلك واعمل الاتنين مع بعض. عاطفيا مش هعرف افيدك قوي يعني، بس عادي لو ارتبطت بشخص والشخص ده جميل جدا، بس انتوا ما تنفعوش تكملوا، دي مش حاجة غلط ومش حاجة عيب ومش حاجة وحشة. انتوا 2 اشخاص كويسين بس ما تنفعوش مع بعض. بكل بساطة، بكل بساطة انا هقول لك بكل بساطة. وخد وقتك في الوجع اللي هيحصل لك بعد ما الموضوع يقفل، وبعدين قوم على رجلك تاني، احسن ما تفضل بتكمل في علاقة وحشة وتتحولوا انتوا الاتنين لحد فيكم يبقى توكسيك للتاني، او انتوا الاتنين توكسيك للشخص التاني، والدنيا ما تبقاش حلوه. وبعدين اخرتها ايه هي لما تكملوا تتجوزوا؟ مصيبة اكبر. خد وقت. وبعدين بقى لما تيجي بقى تشوف اوراقك والكلام ده كله، ابدأ شوف هتعمل ايه. لا انا لازم بقى اقوم على رجلي، لازم ارجع تاني، اللي انا عايزه ده انا هعمله. الحلم اللي انا مأجله 18 سنة، لا ما تيجي بقى نعمله دلوقتي، ما عنديش حاجة اخسرها، ما تيجي بقى نعمله دلوقتي، يلا نبتدي. ده اللي انا جاي اقوله النهاردة. كمل ايا كان انت وقعت او حصل لك اي حاجة، خد وقتك في التعب والزعل، وقوم اقف على رجلك تاني بالناس اللي حواليك او من غير الناس اللي حواليك، لان لو جاي منك جواك انت الموضوع هيختلف تماما، وهترجع وهتكون كويس. الشخص اللي انا كنت بحكي لكم عنه ده بيقضي دلوقتي سنة من احلى السنين في حياته، سنة هو متحكم فيها،
هو عارف هو عايز ايه، هو عارف عايز يطلع بايه. اتقال له كلام محبط، اتقال له كلام وحش في الطريق في النص، بس حول السنة اللي تعب فيها للسنة اللي بعدها بقت سنة مثمرة جدا، وخلص كل الحاجات اللي هو ما كان عايز يعملها في السنة اللي كانت وحشة دي، وعمل عليه حاجات أكتر، لدرجة إنه هو لأول مرة في حياته جه يشوف هو المفروض يعمل إيه، لأنه هو يعني خلص كل حاجة وابتدى يحلم ويحط حاجات جديدة يبدأ يعملها ويجري وراها. ده اللي كنت عايز أقوله النهاردة. كان معاكم باتريك، وده بات ستوب.